مساء الخير عليكم. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة علا غانم، وهنشوف علا غانم وهي بتستغيث بعد تعرضها للضرب والبلطجية والطرد من منزلها. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. فاجأت الفنانة علا غانم جمهورها بكتابة استغاثة بعد تعرضها للضرب هي وأسرتها وطردهم من منزلهم. وكتبت علا غانم على حسابها الرسمي على انستجرام: استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة الدكتورة مايا مرسي. أنا الفنانة علا غانم اتعرضت للعنف والقهر والطرد من منزلي، واتعرضت لمؤامرة وبلطجية وتهديد ليا ولأسرتي بالكامل، أغيثوني. كشفت الفنانة علا غانم تفاصيل استغاثتها من جوزها بعد تعرضها للعنف والسرقة والطرد من بيتها في نص الليل. وقالت علا غانم إن هي رفعت قضية خلع ضد جوزها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب لوجود خلافات زوجية بينهم، ولكنها لم تنتهي بسبب سفرها المستمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورجعت في أكتوبر الماضي علشان تنهي القضية دي وتمارس حياتها بصورة طبيعية. وقالت علا غانم: سرق تليفوناتي وخواتمي من إيدي وإقدامي وذهبي، وطلعت بره بيتي بالروب اللي عليا في نص الليل، وأنا مش عايزة غير إني أرجع كرامتي تاني. وقررت محكمة الأسرة بقصر النيل وقف تعليق دعوة الفنانة علا غانم بخلع جوزها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب لوجود خلافات زوجية بينهم لحين الفصل في طلب الرد. وكان المستشار عاصم أنديل أقام دعوة خلع لموكلته الفنانة علا غانم بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد جوزها، وده للضرب ووجود خلافات زوجية بينهم، وكان ده في 20 مارس سنة 2018. قررت محكمة الأسرة شطب دعوة الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد جوزها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وده بعد تصالحهما. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.